في باك جراوند او خلفيه معروفه جدا، كل صناع المحتوى تقريبا بيشتغلوا بنفس الباك جراوند دي. لما اعرضها لك اكيد هتعرفها لانها مشهوره جدا. تعالى في الدرس بتاع النهارده اقول لك ازاي تعمل الباك جراوند دي بايدك بمنتهى البساطه والسهوله. هتقول لي طب ليه اعملها بايدي، ما انا ممكن اجيبها جاهزه. لا، علشان تقدر تلونها براحتك وتقدر تحط فيها اضاءات، مثلا تقدر تعملها 3 دي، تقدر تتحكم فيها بشكل كامل تماما. تعالى من خلال الدرس بتاع النهارده اقول لك ازاي تعمل الباك جراوند دي بمنتهى البساطه. بس كل اللي انا طالبه منك انك تجهز المشروب بتاعك وتتابع الدرس ده لغايه النهايه. يا اهلا بيكم يا شباب، وزي ما شفنا في المقدمه النهارده انا جاي اقول لك ازاي تقدر تعمل الباك جراوند او الخلفيه اللي انت بتشوفها في كل فيديوهات تقريبا بتاعه التيك توك بمنتهى البساطه والسهوله، ولدرجه انك انت يعني هتضحك كده من كتر السهوله بتاعه الموضوع. وليه يعني عايزك تعملها بايدك؟ علشان زي ما قلت لك تقدر ان انت تعمل فيها اللي انت عايزه، تقدر تخليها 3 دي، تقدر تلونها باي لون، تقدر تحط عليها اضاءات، تقدر تعمل فيها كل حاجه. فخليني بدون ما اتكلم معاكم كتير كده يا شباب نبتدي على طول. بس عايز قبل ما ابتدي افكرك انك لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده زي ما انت عارف. طيب خلينا مع بعض نبتدي على طول، ندخل على ادوبي افتر افكتس ونشوف هنعمل الباك جراوند دي ازاي. كل اللي انا بعمله اول ما بدخل على ادوبي افتر افكتس بالمنظر ده ان انا باجي هنا كده بعمل نيو كومبوزيشن، وعايز اقول لك انك تقدر تعمل الباك جراوند طبعا كريل او كفيديو عادي بالعرض، يعني تقدر تعمل اللي انت عايزه. فخليني اعملها بالعرض كده 1920 في 1080. طبعا لو انا عايز اعملها ريل او للموبايل او التيك توك او الحاجات دي بقدر ان انا اعكس الرقمين، بدل ما هو 1920 هنا في 1080 بنخليها 1080 في 1920. طيب خلينا نكتب هنا بي جي او باك جراوند بي جي اهو، ونبتدي كده. طبعا هنا نقدر نخلي الديوريشن بتاعنا زي ما احنا عايزين، فخليه مثلا 5 ثواني بالمنظر ده، وباجي هنا كده بدوس اوكي. بص بقى السهوله والبساطه اللي احنا هنعمل بيها الباك جراوند دي. كل اللي انت هتعمله بعد ما فتحت الافتر افكتس بالمنظر ده او الكومبوزيشن بتاعك، كل اللي انت هتعمله هتدوس كليك يمين هنا كده وهتيجي تقول له نيو سوليد. وهنا مش هيفرق لون السوليد، وهقول لك ليه، وانت هتعرف من نفسك ليه دلوقتي مش هيفرق لون السوليد معاك. فخلينا نعمل سوليد باي لون كده وندوس اوكي وندوس اوكي كده. انا عملت السوليد بتاعتي بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده. بعد كده هاجي هنا كده على الافكتس، وطبعا لو ما لقيناش القائمه بتاعه الافكتس والبريسيتس دي، اي حاجه بتختفي عندنا من برامج ادوبي يا شباب بنلاقيها على طول موجوده في قائمه الويندو. يعني لو طلعت كده على القائمه بتاعه الويندو نقدر ان احنا على طول ننزل نلاقي هنا كده في حاجه اسمها افكتس وبريسيتس، يبقى بقدر اجيب منها القائمه دي. بعد كده ببتدي ان انا اجي على الجنريت هنا كده وابتدي ان انا ادوس على الافكت ده اللي هو فور كلر جريدينت. هبتدي ان انا احط الافكت ده عندي بالمنظر ده، وهيديني كده الالوان اللي انت شايفها. هتقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ بص بقى السهوله في الموضوع. هنيجي هنا كده هنلغي كل الالوان وهنخلي بس اللون ده تمام. فهنيجي على الاصفر ده هنخليه اسود، هنيجي على الاخضر ونخليه اسود. كل الالوان بتاعتنا بالمنظر ده هنخليها كده ايه يعني. انا كده خليت ده، لا خلينا هنخلي ده بس كده جراي، يعني اللون اللي في الجنب اي لون طبعا انت عايزه، مش شرط يعني لون معين. بعد كده هنخلي بس لون واحد جراي، وباقي الالوان كلها اسود بالمنظر اللي انت شايفه قدامك. يبقى انا عملت هنا ده جراي. نقدر بقى بالاشاره دي او المؤشر ده كده ناخد اللون ده نحطه في اي مكان كده. فانا هحطه في النص هنا كده مثلا. تمام كده انا عملت الباك جراوند بتاعتي اللي انا هبتدي ابني عليها الخلفيه بتاعتي المشهوره دي. طيب حلو جدا. هنيجي ننزل بقى نلاقي في نفس القائمه اللي احنا فاتحينها، بص مش عايز اتعبك اهو، في الجنريت هتلاقي في حاجه اسمها جريد. هتبتدي تاخد الجريد ده وترميه على الباك جراوند دي. هتلاقي الخطوط اللي انت بتشوفها دي ظهرت قدامك، ولكن هو هنا لغى الباك جراوند بتاعتك. فكل اللي انت هتعمله دلوقتي بدل ما هي هتخليها طبعا كورنر بين، هنخليها كده ويدث سلايدر. هنخليها كده عشان تبقى كبيره بالمنظر ده. وبعد كده نقدر ناخد المؤشر اللي هنا ده ونكبر المربعات دي زي ما احنا عايزين. فمثلا هنخليها بالمنظر ده كده، نخليها بالشكل ده. بعد كده هنيجي على البلندنج مود هنا كده ونخليها سكرين علشان تظهر الباك جراوند اللي ورا كده. يبقى انا حطيتها على نفس السوليد، ما عملتش سوليد جديده ولا عملت باك جراوند جديده، انا حطيتها على نفس السوليد اللي انا عامل عليها. يبقى كل ده انا عملته في سوليد واحد بس. بعد كده هتيجي على البوردر دي وتخليها طبعا تكبرها او تصغرها بحسب الحجم اللي انت عايزه. فهنخليها مثلا حاجه رفيعه قوي كده. وبعد كده نيجي نعمل يعني نقلل بقى الاوباستي بتاعها كده شويه بحيث انها تديني الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بص بقى الباك جراوند اتعملت بمنتهى البساطه بضغطه زرار ازاي. طب هل احنا خلصنا على كده؟ لا، ده انا عايز اقول لك انك تقدر تخليها كمان 3 دي علشان تقدر تحط فيها المحتويات اللي انت عايزها. ازاي بقدر اخليها 3 دي كمان؟ تعال بص. بعد ما عملت الباك جراوند بتاعتك دي بالمنظر ده كده، هتيجي تفعل خيار ال 3 دي هنا كده. يبقى هنيجي نعمل ال 3 دي كده بالمنظر ده.
خلينا نلغي، نعمل سكيب هنا. طيب عملنا ال 3 دي بالمنظر ده، هنيجي نعمل ايه؟ ندوس على حرف الار في الكيبورد عشان يفتح لنا الروتيشن. فنيجي ندوس على الار كده ونبتدي ان احنا نلف الباك جراوند بتاعتنا دي. هنلفها كده؟ لا، هنلفها بالاكس، نخليها كده بس نخليها مثلا سالب 90 ولا حاجه. هنخليها بالمنظر ده كده، وهنبتدي بعد كده ان احنا ننزلها تحت. يعني هاخد الباك جراوند بتاعتي دي وهنزلها تحت بالمنظر ده، علشان اقول لك كده انا خليتها كده من تحت كانها يعني يعني ارضيه للباك جراوند بتاعتي. تمام، حلو جدا. بس كده؟ لا، في افكت مهم جدا اسمه موشن تايل. الموشن تايل ده بيعمل ايه يا شباب؟ ده بيخلي لي الباك جراوند بتاعتي بدل ما هي تنتهي في الجزء ده كده، بيطولها لي من هنا وبيطولها لي لورا علشان يديني عمق في الموضوع. تعالوا نشوف. لو جيت هنا كده في السيرش في الافكت والبريسيتس كده وكتبت موشن، طبعا ده من الافكتات المهمه جدا اللي احنا دايما بنستخدمها في ادوبي افتر افكتس. فابتدي احط الموشن تايل هنا عندي بالمنظر ده، هيديني كده الاوتبوت ويتس والهاي. طبعا لو كل ما نزود كده بيديني بعد، شايفين بيدي لك بعد لورا كده، وكل ما بنزود كده بيدي لك كده يعني في الجناب في اليمين والشمال. بس خلي بالك هتلاقي ان هي متكرره هنا كده بشكلها مش حلو وواضحه وباينه بالمنظر ده. كل اللي انت هتعمله على الموشن تايل هتخليها ميرور عشان تبقى سايحه في بعض كده وتبقى فعلا كانها باك جراوند. بص بقى الاضاءات اتوزعت عليها ازاي، حلو جدا. هل انا كده خلصت؟ لا، بص هنيجي نعمل لدي دوبليكيت كده بالمنظر ده، وهنيجي بقى نلغي ال 3 دي. لا نخليه 3 دي، ما نلغيش ال 3 دي علشان انا عايز اديها بعد لورا كده، اعملها بوزيشن. فخليني بعد ما عملت روتيشن ده هلغي الروتيشن بتاعي، هخليه زيرو، هخليها واقفه بالمنظر ده. بعد كده هديها بعد لورا بقى، هبعدها عن الباك جراوند بتاعتي علشان هنا كده قريبه جدا من الشاشه بتاعتي. فابتدي ان انا ادوس على البوزيشن هنا، وابتدي ان انا ابعدها كده لورا. شايفين بقى؟ حطها بقى في المكان اللي انت عايزه. فانت مثلا عايزها في الجزئيه دي، يبقى انت عملت. بص بقى، هل دي تقدر ان انت تجيبها جاهزه بالمنظر ده؟ ومش بس كده، انت تقدر بقى تلونها باي لون انت عايزه. يعني انا ممكن اعمل بري كومبوز للكلام ده. بعد ما عملت الكلام ده كله كده، ممكن ادوس على كنترول او كوماند شيفت سي، وابتدي ان انا اعمل بري كومبوز. وخلينا نقول مثلا دي برضو بي جي او باك جراوند اهو. خلاص، هنيجي هنا بقى لو انا عايز اغير اللون ده بمنتهى البساطه، في افكت مهم جدا بنستخدمه دايما في الافتر افكتس، بيغير لك الالوان بطريقه حلوه جدا، اسمه تري تون. تري تون اهو. لو كتبت تري تون كده، هبتدي ان انا اضيفه على الباك جراوند بتاعتي، يغير لك اللون على طول بالطريقه دي. كل اللي انت هتعمله لو انت عايز تغير اللون، مثلا تخليه بلون ازرق مثلا اهو باي. بصوا شايفين بقى الخلفيه بتاعتي اتغيرت ازاي؟ وطبعا لو دخلنا على الباك جراوند دي كده وهي 3 دي، نقدر بقى نحط الكلام اللي احنا عايزينه ونقدر نتحكم فيه. يعني الكلام ده، يعني دخلت هنا طبعا قبل ما اغير اللون، لو دخلت هنا مثلا هي 3 دي دلوقتي، فلو انا حطيت كاميرا على الكلام ده اقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. يعني ممكن بعد كده لو انتوا عايزين نبقى نشرح ازاي بنحط كاميرا بقى ونتحرك فيها ونحط صور ونتحرك ما بينهم والكلام ده. يعني ايه؟ لو جيت هنا كده، طبعا انا بدي لكم فكره، يعني مش هشرح دلوقتي موضوع الكاميرا، ولكن بدي لكم فكره. لو جيت ضفت كاميرا مثلا هنا، طبعا الباك جراوند بتاعتي 3 دي عادي، باجي اخليها مثلا 50 مللي كده. بصوا انا ضفت كاميرا بالمنظر ده. لو جيت عملت روتيشن في الكاميرا دي، لو فتحت الكاميرا دي مثلا كده وفتحت الترانسفورم بتاعها وابتديت ان انا الف مثلا، بصوا انا طلعت لفوق، لا عايزين نلف مثلا في الجنب كده. فبصوا اهي 3 دي، لان انت عملت حاجه 3 دي، فتقدر تلف بقى وتغير زي ما انت عايز. العب وعيش حياتك زي ما انت عايز. ضيف بقى تكست، تضيف صور، فيديوهات. طبعا خلفيه ترندي مشهوره جدا، وعملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا يا شباب. طبعا بتمنى الدرس بتاع النهارده يكون عجبكم يا شباب. لو عجبكم يا ريت ندوس لايك على الفيديو ونشير الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي. وبتمنى كمان اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت ينزل دلوقتي يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. شكرا لكم، واشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي افتر افكت سي سي.